انت نادي الزمالك باقل الامكانيات خد بطوله الدوري هو مش منك. بقى الامكانيات ولا حاجه، خلي بالك هو قبل القمه يقف الفتره اللي فاتت دي هم جايبين مجموعه لعيبه حوالي زي ما انت قلت بس 11 12 لعيب بس حضرتك عارف يا كابتن ان هم بفلوس بيمروا كتير، بظروف صعبه جدا، بيمروا حقيقي حقيقي بظروف ماديه بحته صعبه جدا، بايقاف قيد. حقيقي. رقم واحد عنده اللي كسبه هو الجمهور. رقم ده اتنين حقيقي اجتهاد جهاز فني زي كابتن معتمد جمال، شخصيه محترمه. طبعا، بنبارك له الف مبروك يا معتمد، ربنا راجل جميل. كلل مجهوده. وده من هنا عايز اقول لحضرتك برضو على حاجه، ان المدرب ايا كان السكواد اللي معاه هي يقدر يشتغل عليه، توفيق ربنا. توفيق رقم واحد كابتن حقيقي. معتمد في الانتاج الحربي قبل ما يروح نادي سبحان الزمالك الله. ما كسبش ماتش من حوالي 6-7 ماتشات لعبهم في دوري محترفين، ما كسبش ماتش. وبتخرج من نفسيه صعبه جدا في تروح دوري محترفين، واحد من اكبر واهم وما الانديه في جالكش مصر. عروض بعد الانتاج الحربي. ربنا يكلل مجهودك انك تروح نادي كبير زي نادي الزمالك وانت من ابناء نادي الزمالك، وتاخد بطوله دوري عام من بيراميدز والاهلي، وتوصل نهائي افريقيا، وتوصل نهائي نهائي الكونفدراليه. الكونفدراليه يعني. فده هنا توفيق ربنا، طبعا اهم من السكواد اللي موجود حقيقي. في اي فرقه. خلينا ناخد اسئله بقى سريعه. مين ظلمك اكتر في الكوره، مدرب ولا اداره عموما بشكل عام يعني؟ مدرب ولا اداره؟ يعني اتظلمت من المدربين ولا من الادارات؟ لا، في بعض مدربين. بعض المدربين. في بعض مدربين. ودي مشكله برضه يا كابتن. آه. المدرب المصري الحب والكره عنده بشكل رهيب، ممكن يقضي على لعيبه كتير جدا. المدرب الاجنبي ما عندوش قصه. ما عندوش. لا ما عندوش. حتى لو ما بيحبكش وانت بتأدي، انت هتلعب ومش هتطلع من الملعب. مين نمبر 1 في مصر حاليا من اللاعبين يعني، من اللعيبه من وجهه عبد نظرك؟ الله السعيد رقم واحد في مصر على مدار 12-13 سنه اللي فاتوا. طيب الاهلي محتاج يرجع يعمل ايه عشان يرجع اقوى من الاول؟ الاهلي محتاج ان هو خط الدفاع عنده مشكله كبيره جدا، وده زي ما قلت لحضرتك السبب الرئيسي في عدم حصول النادي الاهلي على اي بطوله السنه دي. اختيارات اللعيبه اللي هتيجي في خط الدفاع لازم تكون على اعلى مستوى تليق بالنادي الاهلي. الاجانب اللي هيجوا هو محتاج راس حربه اجنبي، محتاج تغيير مدرب ولا لا؟ ده رقم واحد، لان اختيارات المدربين اللي فاتت كانت مشكله كبيره جدا. مين من اللعيبه اللي كان واخد حجمه اعلاميا اكتر منه في الملعب؟ يعني في الملعب مش قوي لكن اعلاميا اسمه كبير دلوقتي الايام دي يعني، من وجهة نظرك؟ مش واخد حقه ولا واخد حقه؟ لا يعني هو لعيب اعلامي اكتر منه ملعب. امام عاشور وزيزو السنه دي. ياه. انا السنه دي من اول ما مسكت ريموت التلفزيون مع اول اسبوع في الدوري لحد ما سبت الريموت في ماتش الاهلي والمصري الاخير، بقالنا داخلين في 10 شهور، الاعلام كله السوشيال ميديا زيزو وامام، بس دي زيزو لعيبه وامام. كويسه جدا. هم لعيبه كويسه، بس في الاخر السنه دي ما عملوش اي ما حاجه. عملوش حاجه. وده اللي مزعل جمهور النادي الاهلي حقيقي. فهم واخدين اكبر من حجمهم في الاعلام والسوشيال ميديا، هو اداهم اكبر من حجمهم. فعلا في لعيبه بقت بتشارك لمجرد ان هي على السوشيال ميديا، لعيبه قويه على السوشيال ميديا. طبعا. ده حقيقي. طبعا كل الانديه. السوشيال ميديا دلوقتي بتخش مدربين وبتخلي لعيبه تلعب ولاعيبه تخرج بره السكور. في انديه ضغوطات السوشيال ميديا عليها قويه. لا الانديه الجماهيريه عموما بتبقى مشكله، غير الانديه. فهو بيبقى عايز يرضي السوشيال ميديا عشان ما يمشيش من مكانه. مين اللعيب اللي انت كنت شايفه محمود يبقى اسطوره ولكن اختفى عموما بقى في الفتره اللي انت بتلعب فيها ودلوقتي وكله؟ كنت شايفه ممكن يبقى اسطوره. لا، هو الفتره اللي انا لعبت فيها كلها ابو تريكه خد حجم كبير جدا وكان يستاهل، وكان لعيب كبير جدا ونجم كبير جدا على مستوى افريقيا كلها. طب مين من اللعيبه اللي اثر في حق نفسه ما بقاش؟ كتير. ابراهيم سعيد ده رقم واحد. ابراهيم سعيد ده اهم لعيب شفته في مصر. كان ممكن يوصل لمكانه كبيره جدا زي صلاح، بس المنتاليتي هي اللي كانت مشكله كبيره جدا عنده، لكن هو لعيب امكانياته جباره. انا معاك ان ابراهيم سعيد ده عقليه جباره. انا عايز اقول لك، انا بيجي اوقات بقول للعيبه مثلا لو حد مثلا في الديفنس اقول له هات فيديوهات ابراهيم سعيد اتفرج عليها. لو حد بيلعب في نص الملعب اقول له هات فيديوهات احمد حسن وحسني عبد ربه اتفرج عليها. لو حد مهاجم اقول له شوقي وحسام كتير بقعد اقول لهم هات فيديوهات المهاجمين، هات عماد متعب وعمرو زكي واتفرج عليهم. دايما اقول للعيبتي كده عيش وشوف، لان انتوا ما شفتوش الناس دي. صحيح. لان في لعيبه عتاوله كانت موجوده في الاجيال بتاعتنا وفي كل فرقه
لا كان ده فيها 7 حقيقي 8 لعيبه تقال جدا. تقال جدا دلوقتي انت الحقيقة. تلاقي كابتن في الدوري المصري كله 21 فرقه، شبه ما بعض. تطلعش 2 3. ياه للدرجة دي. طبعا ما تطلعش 2 3. مم. كل كان اللعيبة اخرهم ابراهيم عادل، رمضان صبحي، اه كانوا مختلفين. مظبوط مختلفين. صحيح. دلوقتي ابراهيم سافر، رمضان ربنا يا رب يكرمه ان شاء الله ويرجع يرجع يا تاني. رب بالسلامة ان شاء الله. لكن كون ان عبد الله السعيد لحد النهارده 41 سنه واحسن لعيب في مصر وبيلعب 90 دقيقه، ده يدل ان مفيش مواهب ولا في لعيبه في مصر. الحقيقة الفترة اللي جاية هتبقى فترة صعبة جدا. وشايف منتخب مصر هيعمل ايه مع كابتن حسام حسن؟ منتخب مصر ماشي بشكل كويس جدا. اخر مباراتين اتفرجت عليهم اسبانيا والسعوديه. لا انا بتكلم على الاختيارات. منتخب مصر كان شغال بشكل كويس جدا. طبعا الناس كلها بتنتقد كابتن حسام الفتره في مصطفى اليومين اللي محمد فاتوا طبعا. في الاختيارات. لا هو مصطفى تحديدا. هو مصطفى واقطاي ودخل مصطفى حمزه عبد محمد ان الكريم. هو لا ان هو ما يعني طلع مصطفى محمد اه ودخل ولاد دخول صغيرين. اقطاي ودخول حمزه اه اكيد ليها اسباب لا يعلمها غير الكابتن حسام والجهاز المعاون. حقيقي بس مصطفى بقى له سنة من لكن ساعة ما كابتن حسام انا ما موجود. ينفعش لعيب زي بقيمه مصطفى محمد ايا كان ان هو عنده دروب في مستواه، ولعيب شارك معايا على مدار السنين اللي فاتت في كل التصفيات، مم. ان انا ما اخدوش حتى لو مش هلعبه. وان انا هي دي اكلمه وجهة النظر. وان انا اكلمه. خلي بالك جماهير اهلي وزمالك الاثنين زعلانين، مش جماهير لا زمالك طبعا بس. اصل انت بتتكلم بقى على بلدك، انت بتتكلم على بلدك فان انا اكلمه ويجي ويعمل تاشيرته وبعد كده ما انا احطوش نفسي ضمن. من الحلقات اللي اعملها دلوقتي حالا كابتن حسام عشان اساله السؤال ده، مصر كلها هي عايزه تعرف. لانه هو بيقول فنيا فاوكي مم. ماشي. انا فنيا برضو يعني طب مصطفى ولا طب مش معلش يا عارف كابتن، مش عارف. لو احنا بنتكلم فنيا، انت خرجت مصطفى، طب دخلت اقطاي وحمزه بناء على ايه فنيا؟ لعيبه صغيره هيستفيد عايزاها، منها بعد كده يمكن. هستفاد منها ممكن، بس مش في كاس العالم. يمكن مش هيلاعب انا يمكن شايف ان هيلاعب هي فيها ناحيه مرموش. تسويقيه اكتر. يمكن هيلاعب مرموش مثلا راس حربة من البداية بص هو اكيد مرموش كده كده هيلعب، بس مرموش مش 9، بس هو هيلعب لسه 9. كنت هقول لك. بس انا هو بشوف باني طريقة لعبه على كده كابتن حسام يمكن على مرموش، على ان مرموش اللي يلعب واوقات صلاح واوقات هيخش. صلاح الله ينور عليك. تمام، فانت هو هيبقى محتاج عندك، كده فانت عندك اقطاي وحمزه دول حتى لعيبه حتى لو كويسين مش وكل حاجه، بس هيشاركوا. حتى لو مش بس انت هيشاركوا. واخدها من ناحيه تسويقيه، ولا عشان انا ممكن ككابتن حسام حسن انا خدت 2 صغيرين كاس عالم، واحد 18 سنه وواحد ممكن. 20 سنه. والله نفسي بقول لك اسال السؤال ده للكابتن حسام يعني، لانه سؤال صعب جدا جدا، خصوصا ان انت رايح على كاس عالم قوي بص جدا في جدا دايما جدا. مدربين تقول لك ايه عشان يتقال ان انا خدت لعيب عنده 18 سنه كاس عالم. بس كابتن حسام يعني خدت لعيب من برشلونه، حمزه عبد الكريم نادي اهلي وبيلعب في برشلونه. غالبا الكابتن حسام مهما عمل من نتائج في كاس العالم هيرجع يجددوا له ويكمل وبتاع. فانا رايي كان يستنى لما بعد كاس العالم ويبتدي في تطوير اللي في وجود مثلا صلاح وتريزيجيه والطقم ده، تجيب بقى اللعيبه الصغيرين عليهم كمان، تبقى الدنيا لطيفه جدا. صح. ما اعرفش هي عموما هي لكن في الاول وفي الاخر اكيد بنتمنى له ان هو يطلع يا باحسن رب صوره في كاس العالم يا ويوصل رب لابعد نقطه ان شاء الله.